بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله ومرحبا بكم. توحشتكم بزاف. اليوم ما شاء الله جبت لكم وصفة تاع لي بينيي، وصفة سهلة واقتصادية بمكونات موجودين في كامل بيوتكم. وش نحكي لكم، جايين ما شاء الله، يعني من الداخل ماشي شاربين الزيت وخفاف وفارغين، وكما راكم تشوفوا النتيجة هي أمامكم. هذه هي الوصفة تاعنا إن شاء الله لنهار اليوم. نروح نشوفها مع بعض أحبتي في الله. توكلوا على الله وبسم الله، لا ما ننساو نصلوا ونسلموا على حبيب الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. مكونات أمامنا: دوك نذكرها بالتفصيل. بالنسبة للحليب استعملت 95 ملي نسحقها نديرها في العجين، و35 ملي نسحقها نخبط بها العجين، يعني كامل هو فنجان تاع اتاي اللي هي 130 ملي، الكمية كامل. هذا التوضيح فقط. ندير حبة بيض في صحن ولا في جفنة ولا فاش تخدموا. انا خدمت كمية صغيرة. حبة بيض وملعقتين تاع سكر اللي هي حوالي 40 غرام، ملعقة نتاع خميرة الخبز، و95 ملي تاع حليب دافي اللي هو كاس تاع اتاي ما يكونش معمر. نزيد ملعقة تاع قهوة تاع ملح، ونخلط بالفوي باش ندمجوا المكونات مع بعض. نزيد 210 غرامات نتاع فرينة، ونخلط كما راكم تشوفوا. وصفة بزاف سهلة وفي نفس الوقت اقتصادية. نزيد لها 30 ملي نتاع زيت اللي هي 5 ملاعق كبيرة، 5 ملاعق أكل، ونسيي نخبط العجينة تاعي. العجينة تاعي راح تاخذ لي من 3 دقائق حتى ل5 دقائق في التوجد تاعها باش تكون جاهزة، يعني مش راح تاخذ وقت كبير. دوكا عندي 35 ملي تاع حليب، نبدا ندخل فيها في العجين تاعي ونخبط في العجين في نفس الوقت حوالي 3 دقائق، وهكذا نزيد بالعقل الكمية تاع الحليب حتى تولي العجينة تاعي تتلاصق. يعني طريقة سهلة ونتيجة مضمونة بإذن الله. نخبط العجين تاعي حتى يولي بهذا لا تكستور اللي راكم تشوفوا فيها، عجينة تتلاصق. نغطيها ونخليها تختمر. هذه هند تحوس على لي لونات تاعها. دوك نجيبهم لبنتي. عطا نكمل لا فيديو ونجيبهم لبنتي. كيما راكم تشوفوا غطيتها وخليتها تختمر. بعد ما خمرت العجينة تاعي نحي لها هذوك الغازات، ونرش كمية معتبرة تاع فرينة باش ما تلصقليش، ونخبزها كيما راكم تشوفوا. كسلها بالحلال، العلو تاعها يكون حوالي 1 سنتيمتر، ونقطعها دوائر بواسطة فنجال أو كاس أو الشي اللي بغيتو، ونحطها فوق طاشونة ونخليها تزيد تختمر ان دوزيام فوا. بعد ما تكون خمرت نكون سخنت الزيت على نار متوسطة، ونطيبها كما راكم تشوفوا على الجهتين بلا ما نرمي عليها الزيت. هنا نخليها شوية ونقلبها، غير جوست نبدا نشوفها انتفخت شوية نقلبها بلا ما نرمي عليها الزيت بلا والو. وهنا ما يشرب لكش الزيت ويجيك منتفخ، ومن الداخل يجيك فيد ما فيه مش معجن. نحط له ورق نشاف هكذا ان بابي سوبالا ونحطه فوق
لي بيني توعي، وهكذا نكمل حتى نقلي كامل الكميه تاعي. هذه الكميه اللي خدمتها عطات لي حوالي 14 حبه كبيره، يعني ما درتش كميه كبيره. اتون ما شيري، اتون نكمل ليه دوك نعطي لك ابري تو فا متر. يعني سمحوا لي، هنا هند ما خلتنيش ندير لا فيديو. هنا نفتح لكم حبه تشوفوها من الداخل كيفاش راهي سخونه بزاف، يعني فارغه ما شاء الله. ايه لي بارتي بابا. هنايا نحشوها بشوكولا ولا بلا كونفيتور ولا باش حبيتو، ونرش عليها سكر غلاسي كما راكم تشوفوا. وهذه هي النتيجه تاعنا تاع لي بيني، يعني نتيجه ما شاء الله كما قلت لكم في الاول. وحتى ولو كنت تخلوها النهار الغد راح تبقى دائما بنينه الاخوات ولا السيدات اللي يحبوا يخرجوا مع وليداتهم ويدوهم معاهم، يضمنوا حاجه نقيه وحاجه مصنوعه في البيت، وزيت ماشي قديم، خصوصا هذوك اللي يتخدموا برا كامل بزيت قديمه. بنقولكم احبتي في الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايين، ان شاء الله تجربوا الوصفه وخلوا لي تعاليقكم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.